السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخواتي حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. رجعت لكم بقى النهارده بطريقة فك الارقام الطايرة، مثلا سواء كان رقمك طاير انتهاك مسدد تمام او انتهاك اي يا اسطى رقمك بيفك يا اسطى. الكود بقى بتاع النهارده الطريقة بتاعت النهارده قلب اخوك، بص بيفك جميع انواع الحظ. تمام فانت قلب اخوك كل اللي عليك تتابع الشرح من البدايه للنهايه. قلب اخوك الشرح هيكون سهل وبسيط عشان ايه تعرف تفك رقمك بكل سهوله، سواء كان طاير مثلا اي نوع يا اسطى حظ. تمام فانت يا اسطى تركز عشان تعرف تفك رقمك بكل سهوله. تمام فاحنا كل اللي احنا هنحتاجوه عندك هنا الايميل، تطبيق الايميل تمام، وعندك هنا زد ارشيف، وعندك هنا ايه ام تي مانجر. تمام هنحتاجه زد ارشيفر ليه؟ تمام عشان مثلا قلب اخوك مثلا يعني مثلا البنك مثلا هيكون مضغوط كده بباسورد. تمام فانت هتبدا تدوس عليه كده وتدوس على الكلمه ديت تمام اللي هي بتبقى استخراج. تمام بس انا عشان كده، وتبدا بقى انت تكتب الباص هنا. تمام تبدا تكتب الباسورد عشان تفك الضغط عن الباند. تمام وبعد ما تبدا بقى انت تفك الضغط عن الباند تمام هتبدا انت تدخل على ام تي مانجر. هتبدأ انت تدخل على ام تي مانجر. تمام ليه بقى؟ عشان تدوس مثلا كده، تدوس مثلا على الباند بعد ما تعمل استخراج. تمام وتبدأ تدوس على العلامة الزرقاء دي. تمام كده اهو. تمام هو هيبدأ يظهر عندك هنا كله، هيبدأ الكود يظهر عندك هنا كله الكود. تمام من اللي احنا هنفكه بيه. تمام هتبدأ انت اول حاجة تاخد مثلا البريدات بتاعت الشركة نسخ. تمام هيكون يا اسطى ظاهر معاك كده بعد انت ما تبدأ تفك الضغط من عليه. تمام ثواني بس، هتبدأ تدوس كده وبعد كده على العلامة الزرقاء. تمام هتلاقي عندك هنا طلع حاجة عندك هنا اسمها ايميلات الشركة، وعندك هنا الموضوع، وعندك هنا الكود. تمام فانت هتبدأ تيجي على الموضوع تمام وتحدده كله كده. تمام وتبدأ تاخده نسخ. تمام وتخرج. تمام وتبدأ تيجي على البريد الإلكتروني. تمام بس انت يلبق اخوك تكون عامل ايميل جديد لسه انت ناشئه حالا. تمام اللي احنا هنحتاجه يلبق اخوك بقى النهارده 10 ايميلات. 10 ايميلات انا مجربه انا وشغال. تمام بس بصوا بقى يا اخوات، انت اهم حاجه تكون الايميل لسه جديد لانج، يعني تكون لسه عامله. تعمل 10 ايميلات او 5. تمام بس انت لو عملت 5 تبعت من كل واحد 5 مرات، تبعت من كل ايميل 5 مرات. تمام وتدوس عندك على علامه الانشاء. تمام اللي هي بتبقى تحت دي القلم. هتلاقي عندك هنا إله. تمام اللي هي تو مثلا. هتبدأ انت تحط فيها الايميلات بتاعت الشركة. تمام تبدأ تحط البريدات بتاعت الشركة، هتلاقيهم بقوا معاك كده، هتبدأ تحطهم هنا. يبقى احنا اول خطوة حطينا الايميلات بتاعت الشركة. تمام اول رقمين في الباسورد هيكونوا 40. اول رقمين في الباسورد هيكونوا 40. وبعد كده هتبدأ انت ترجع. تمام تجيب بقى ايه الموضوع مثلا وكده. تمام بس انا واخده كله نسخ، تاخد بقى الموضوع نسخ. تمام اللي هو السبجكت. تمام وتبدأ بقى تيجي تحط الموضوع هنا كده. تمام هنا. تمام هيتبقى عندك هنا الرسالة اللي هي الرسالة الإلكترونية. تمام هتبدأ تبعت تحط الرسالة هنا. تمام زي ما انت شايف كده اهو. تمام هل هتحط رقمك فيه؟ لا يا قلب اخوك ما انتش هتحط رقمك، هتبعته زي ما هو كده اهو. تمام هتدوس على ارسال على طول كده يا قلب اخوك، على طول هتدوس على ارسال، هتبدأ يخرجك. هتدخل تاني هتلاقيه بيقول لك ايه من تحت اهو تم الارسال، اللي هو وصل يعني من تحت اهو. تمام هتتن بقى انت قلب اخوك مستبر لحد ما يردوا عليك. تمام وتجرب بقى تعمل تبعت كل دهوت من 10 ايميلات. 10 ايميلات. تمام يعني يكون يا اسطى عندك انت 10 ايميلات وتعمل بهم كل ده عشان بس المعلومة تكون واضحة. تمام ويعني يفضل مثلا انت تستخدم مثلا الكلام دوت كله من اول مثلا الساعة 2 بالليل لحد 5 الفجر او كده. يعني بالليل يا اسطى الدعم مثلا بيكون حلو بالليل. تمام فانا برضو ايه بقول لك كله الاوقات ديت انا بجرب فيها والدنيا بتبقى حلوة فيها. تمام فانت بعد مثلا ما سواء لما يرد اول يا اسطى ما يبداوا مثلا يردوا عليك زي كدهوت زي ما انت شايف كدهوت. تمام هتبدا تطلع من الايميل وتستنى عندك، تستنى 7 ساعات بس من ال10 ايميلات. تمام تستنى 7 ساعات، وبعد ما يعدي 7 ساعات يعني ما تجيش يمها ولا تفتحها،
غير بعد 7 ساعات من ال10 ايميلات اللي انت مثلا هتكون بعت منهم. وبعد كده هتبدأ تدوس الرد على الكل، تمام، وهتبدأ تبعت رقمك من ال10 ايميلات وتدوس ارسال يا اسطى. وبس كده يا اسطى، ان شاء الله يكون مبروك عليك الفك يا قلب اخوك، ورقمك هيتفك. تمام تمام. وبس كده يا اخواتي، ده بيكون انشر النهارده، واخر رقمين في الباسورد هيكونوا 50. اخر رقمين في الباسورد هيكونوا 50. اشوفكم الفيديو الجاي، سلام.